اختي ما غتلقاي ما احسن من هاد الشوربه او هاد الحساء هذا في رمضان، كيجي لذيذ وصحي. خديت اختي الماء عندي غليان في الطنجره، فيه الكبيده ديال الدجاج، ضفت عليه شويه ديال خيزو مقطع دوائر، مطيشه، وحبه طماطم، حبه ديال البصله، شويه ديال المكور، الملح، ابزار، اي خضره عندك ضيفيها. بغيتي تضيفي قرعه خضراء ضيفيها، بغيتي ديري اللفت ديريه، يعني اي خضره عندك في الثلاجه وضعيها في هاد الطنجره هذه. خذي اختي هاد القرعه الحمراء، واخا تشري اختي غير كيلو من عند الخضار، ماشي تجيبي وحده مكموله. خديت 3 ديال الطروفه، نقيتهم من القشر ديالهم، قطعتهم هكذا بهذا الشكل هذا. ما تنسايش اختي واحد 3 فصوص ديال الثوم، كنقطعهم مربعات او مكعبات وضفتهم فوق الطاجر، خليتهم يطيبوا، نخليهم يطيبوا على المهل، يعني دغيا كطيب هاد القرعه هذه. ضيفي اختي عليها شويه ديال الربع طري، انا كان عندي يابس، اما دابا اما تطحنوا اللي بغيتي. فاش كطيب معايا هاد الخضره كناخذ الميكسور ديالي وكنطحنها تما في بلاصتها في الطنجره. ما عندكش اختي الميكسور خليها حتى تبرد وطحنيها في الكاس ديال الدراب صافي، حتى كتولي بهذا الشكل هذا. كنضيف فيها عليها شويه ديال زيت الزيتون حتى كطيب. شوفوا ما شاء الله روعه، كتشهي ولذيذه بزاف. كناخذ اختي داك الزريعه ديال اللي نقيتها من داك القرعه، الزريعه ديال القرعه من بعد يعني كانت عندي جالسه وطحنتها مزيان، خديتها اختي وغربلتها فوق داك الطنجره. كتغربلي كناخذو غير هذيك اللي ملينه، كنغربل يعني تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال البودره ديال زريعه القرعه. صراحه الشوربه هذه كتجي غنيه بزاف وصحيه. صافي اختي هكذا، الا بغيت تخليها هكذا خليها، بغيت تزيدي فيها شويه ديال واحد 2 معالق 3 ديال المعالق ديال دقيق الشعير وتخليها تزيد طيب. يا سلام، غنزيد فيها واحد 2 معالق ديال الزنجلان. ما شاء الله هاد الشوربه غتحماقوا عليها صراحه. انا يعني نالت الاعجاب ديالي بزاف وعجبتني، يعني جات رائعه وكنتمنى انكم تجربوها. صافي وملي كطيب الشوربه ديالنا كنقدموها على هذا الشكل هذا في زليلفات ولا في يعني المهم كتقدميها بالطريقه ديالك اختي. صافي وكنضيف عليها واحد شويه ديال داك البودره ديال زريعه القرعه. صراحه الفوائد ديال زريعه القرعه سيروا بحثوا عليها وشوفوا الفوائد ديالها، ما شاء الله رائعه. كنتمنى تنال اعجابكم هذه الشوربه او هذا الحساء. والسلام عليكم.